النهارده يا احبائي من اكتر الحاجات اللي بنستعملها في اكلنا، نحطها على الجبنه بيضه بالطماطم، من اكتر الحاجات اللي بنجففها، من اكتر الحاجات اللي بنحب نحطها على الشاي، من اشهر النباتات العطريه المستخدمه في مصر وهي النعناع. انت حاطط قدامي نوعين. ده صحيح. انا عارف ان في كمان 3 4 5 انواع انا اعرفهم. ده على الاقل. على الاقل صح؟ في اللي هو في نوع كده بيسموه السعودي اللي هو تحطه في الارض الحبق. الحبق اسمه ده نوع من انواع النعناع برضو؟ ده نوع من انواعه، بس يعني انا عندي منه كتير بس ما بحبوش قوي. وفي النعناع اللي هو بيسموه الشيكلتس اللي هو بيبقى مديك النكهه بتاعت اللبان شويه، اللي هو المنثل قوي. ايوه. طيب خد دي. ده ايه اهو؟ دي مش بتاعتنا دي. امسك مش ورقه. لا اهي مسكت الورقه. شدها اهي. ها ده مش النوع بتاعنا. حكايه في ايدك كده وقول لي قوته عامله ازاي. رهيبه. عامله رهيبه، بس زي ما يكون مركز قوي. بص الريحه طلعت ازاي. لا نعناع مخلوط بشاي يعني. شوف قويه جامده جدا. بس ده مش الورقه الخشن دي، مش بتاعتنا. لا ده احنا بنسميه الفرنساوي هنا. فرنساوي. هل هو فرنساوي فعلا ولا ده النعناع البلدي اهو. بص الورقه بص احنا حاجتنا ناعمه وجميله. بص اهو البلدي بقى. شفت ريحته عامله ازاي. بص الفرق ما بين الورقتين يا جماعه، امسكها لكم كده. حتى احنا بتاعتنا لونها افتح واعرض شويه وانعم، التانيه خشنه تديك برضو النعناع. ريحه النعناع اللي هو اللي بيسموه فرنساوي ده مختلفه شويه. مختلفه، وخد بالك الزيوت بتاعته مركزه اكتر، وده بيستخدم اكتر في التصنيع وفي الطبيخ برضه وتنشفه وكل حاجه. بس الفليفر هيبقى مختلف، النكهه بتاعته مع الاكل هيبقى مختلف. اقوى، اعنف. اوكي. طبعا احنا في النعناع البلدي بتاعنا في الحنين، وفي نفس الوقت الورقه بتاعتنا عشان خفيفه طياره. يعني النعناع بتاعنا تعمل كده الله نعناع، ده لازم تدوس عليها شويه عشان تقول النعناع، وممكن تضطر تقطعها كمان. النعناع بيحب الميه دي انا عارفها جدا، ولكن مش بكثره قوي. يحب الميه ويحب انك انت تقصه. انا جايب لك دول بالذات عشان ابين لك. بص دي طلعت ازاي. بص كل الجانبي ده هي بتقول لك قصني عشان ما تطلعش ده صغير، وعشان ده ما يخشبش تروح قاصصها من هنا. والنعناع اكتر حاجه لما تقص يديلك من تحت نموات كتير، وتقدر تحطه في الجد. يعني انت لو اشتريت نعناع وانت ماشي كده من السوق لو مجدر تحطه حزمه نعناع باشا حطه في ميه هيضرب جدر على طول. هو معظم اللي بيبيعوا النعناع انا بستغرب ان هم بيبيعوه بجذوره. يعني ده معناه انه بيقلعوا كده من الارض يعني. ايوه بيشدوا بيقلعوا من الارض ويغسلوا ليه؟ ما هو هيديله تاني. ما هو علشان بيجدد نفسه، هو بيجدد كمان وبيزرع بيزرع حاجه تانية يعني. انما انت لو عايز تفضل تاخد نعناع طول عمرك. انا عندي نعناع مزروع عندي في التراس عمره 12 سنه. عادي بقاله 12 سنه بيديني، مفيش اي مشكله. بقاله بس بيفرش بالعرض والبلدي زي ده. عارف ليه؟ لان جذوره بتجري في الارض وتطلع من بعيد عن الام. طب سؤال بقى، دي انا لاحظتها. انا عندي النعناع القديم ده اللي بقاله 12 سنه ما بقاش يطلع لفوق كده، بقى يطلع جانبي كده متني. والعود بتاعه ملولو. ايوه زي اللي تحت ده. شايف؟ ليه بقى؟ شايف كده بقى. هنروح داخلين عليه بالمقص. شايف كل ده الرفيع ده قصه. ليه بيلولو كده تحت؟ لان هي كبرت وانت عايزها تجدد. قص. انت بتقطع في قلبي دلوقتي وانت بتقص يا عم. ما هو انا لو ما عملتش كده طيب الزرعه تتعب يا مراد. النعناع اجيب الشتله الصغيره ال 5 جنيه دي ولا بتتباع بكام دلوقتي البلدي؟ لا بيبدا من 10 لغايه 10. ما بقاش في حاجه ب5. معلش انا عجوز شويه. طيب الاثنين ام 10 جنيه دول واجيب لهم قصريه زي دي بس كده واحط فيه الاثنين. انت والجيران ناخد منها انا والجيران. على طول. ايوه انا كل سيزون كده كل شهرين 3. في الشتاء ما بقصش، بس في الربيع والصيف كل شهرين 3 اقصص واخليهم واكتر وقت على فكره واحطهم في برطمانات. بس انا بحطه في الثلاجه. انت بتقول لي هسيبها بره واحط معاها شويه مكرونه. انت بتنشف الحاجه ليه؟ عشان اشيل رطوبه. بتروح حاطها في الثلاجه. ايه اللي يحصل؟ بتروح حاطط لها رطوبه تاني. صح؟ انا مش عارف ليه بحطها في الثلاجه عشان ما تعفنش. مش عارف ليه مربوطه في دماغي. مش هي نشفت وبقت زي البودره. طب هتعفن ازاي؟ صح عندك حق. ميك سنس والله. واخد بالك. حطها في برطمان واقفلها. اوكي. والنعناع من الحاجات اللي ممكن كمان تتغلي. يقال ان هي من احسن حاجات للقولون العصبي جدا. تهدي القولون العصبي جدا. هي والميليسا. ايه الميليسا دي بقى؟ لا ده هحكي لك. دي حلقه تانية. هنعمل حلقه عن الميليسا. طيب احنا كده بالتالي خدنا كل المعلومات عن النعناع. محتاجين حاجه تانية؟ لا خالص. انا بس بقول للناس اي نوع نعناع حلو. اوكي. واي نوع نعناع محتاج انك انت دايما تقصه. وافضل وقت القص النعناع ربيع وصيف. لا الخريف. الخريف لان هو بيكون طلع من الصيف تعبان قوي، يبدا يفوق جامد جدا مع بدايات الشتاء.
اوكي. اكتوبر بس بقى في الشتاء بيتعب برضه. في الشتاء سيبه. ما انما أنت خد ما منه تقصش شهر اكتوبر ولغايه نص نوفمبر. سبتمبر اكتوبر نوفمبر اخد منه. سيبه من نص نوفمبر لغايه اخر فبراير. اخد منه. ابدا خد من مارس بقى. اوكي. هو بيحب الشتاء بيعيش فيه، انما ما بيديلكش نموات جامده. كل النباتات الزيتيه اللي بتستخدم في المطبخ اللي احنا عملنا عليها الحلقات كلها بتتحط دايركت سان لايت. دايركت سان لايت وتحب طبعا مش لازم احطها في ضله ولا اعمل لها لازم لا لازم دايركت سان لايت. بس اوعى تسقي النبات الصبح في الحر، اسقيه بالليل ممنوع طبعا، بتموته. واحد شرقان ودرجه الحراره 30 40 في القصريه جوه، درجه الرمل عليه حراره 50، تروح انت جاي حاطط له ميه تروح مطرقع كل الجذور. يسقي الصبح بدري فجر، يسقي بالليل قبل 8 وبعد 6. ده احسن وقت انك تسقي الزرع بتاعك. ورشه ميه رطب كده يفوق عليه. ايوه عارف المرش ميه قدام زي في الخضار الحلقه. يلا بينا نخش على حلقه النعناع. هنعمل لكم حلقه تانية عن ايه اللي انت قلت عليه ده؟ هنعمل كذا حلقه. بردقوش. لا مش بردقوش، هنعمل لك بردقوش ميليسا. ميليسا. هنعمل حلقه عن حاجه اسمها ميليسا، انا شخصيا ما اعرفهاش. يلا بينا تابعونا بقى، سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تيك توك او على يوتيوب، مراد مكرم الرسمي. هتلاقوا الحلقات الصغيره دي انا وصديقي محمد شردي بنقول لكم تقدروا تزرعوا ايه وتجيبوه منين وتستخدموه ازاي في اكلكم.